مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة دعما لنا كي نستمر في نشر المزيد. يعيش نادي ريال مدريد هذه الأيام على وقع توتر متزايد بين الإدارة والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل أروقة سانتياغو برنابيو. اللاعب الذي طالما اعتبر رمزاً للمستقبل الهجومي للنادي وجد نفسه فجأة في مهب جدل كبير بسبب ملف تجديد عقده وشروطه المالية التي وصفتها مصادر قريبة من الإدارة بالمبالغ فيها. فينيسيوس الذي تألق في السنوات الماضية وساهم بشكل مباشر في تحقيق بطولات حاسمة يطالب براتب يعتقد أنه يتجاوز ما سيحصل عليه الوافد الجديد كيليان مبابي. هذه المطالب اعتبرتها الإدارة خروجاً عن سقف الرواتب وضرباً للانسجام المالي داخل الفريق، ما دفع مسؤولي النادي إلى التلويح بإمكانية فتح باب الانتقال أمامه، سواء باتجاه الدوري السعودي أو عبر عرض أوروبي ضخم إذا لم يظهر مرونة في مواقفه. داخل غرف الملابس بدأت تتسرب مؤشرات غير مطمئنة. بعض اللاعبين أبدوا امتعاضهم من سلوك النجم البرازيلي سواء داخل التدريبات أو في المباريات الكبرى. تعدد الاشتباكات الكلامية وافتقاره للمجهود الدفاعي في لحظات حرجة دفع بعض القيادات الفنية إلى إعادة تقييم دوره، رغم دفاع المدرب كارلو أنشيلوتي العلني عنه في عدة مناسبات. في موازاة ذلك، زاد الوثائقي الذي صدر مؤخرا عن فينيسيوس من الجدل. محتواه الذي ركز على شخصيته وحياته خارج الملعب رأى فيه البعض محاولة لإبراز النجم على حساب الكيان، وهو ما لم يرق لشريحة من جماهير الملكي المعروفة بصرامتها تجاه مثل هذه التصرفات. المسألة لن تعد محصورة في راتب أو عقد، بل تحولت إلى صراع رؤية بين لاعب شاب يرى نفسه في قمة المجد وإدارة تسعى للحفاظ على توازن غرفة الملابس تمتلئ بالنجوم. وإذا لم تتغير المعادلة قريبا، فإن ريال مدريد سيكون أمام قرار مفصلي: إما إعادة ضبط العلاقة أو كتابة فصل النهاية لقصة بدأت بوعد كبير وقد تنتهي بتصدع غير متوقع. والقافلة طويلة جدا. على ذكر رودريغو، بطبيعة الحال رودريغو الذي وصل عام 2018 مقابل 40 مليون يورو لسانتوس، اليوم بإمكانه أن يبيعه ب80 أو 90 مليون يورو، وربما هو بيت القصيد بالنسبة لريال مدريد في حال ما أراد أن يقتنص لاعب وسط دفاعي ما يريده ريال مدريد. ربما تكون الصفقة في حال ما تمت مع بايرن ميونخ فربما يكون قد فتح ليس نافذة بل بابا كبيرا بالنسبة لميزانية ريال مدريد، ويفتح أيضا الإمكانية أمام المدرب. على وفق ما يبدو هو أن المدرب شابي ألونسو غير مقتنع بأدوار رودريغو، وبالتالي فأعتقد، وليس فقط هو، هناك مجموعة أخرى من اللاعبين، هناك حديث عن إمكانية ربما استغناء عنهم، ولكن لا يريد أن يستغني عنهم ريال مدريد من دون مقابل أو حتى صحيح بأثمان بخيسة أو رخيصة، بل يريد ربما أن تكون عنده أرباح. فينيسيوس هي المعضلة التي توجد بالنسبة لريال مدريد. ريال مدريد يريد أن يكون فينيسيوس متواجدا، ولكن يريد أن يكون فينيسيوس ذلك اللاعب الذي يكتفي بتسجيل الأهداف وباللعب ودون اعتبار ربما دون اللعب مع الجماهير، أي الانضباط داخل المستطيل الأخضر، يعني يحتاج أن يصمت قليلا بطبيعة الحال. هذه هي العبارة الصحيحة. وبالتالي فإذا أنت يكون معك نادي، لا ننسى أيضا أن الذي كان يدافع الموسم الماضي كثيرا عن فينيسيوس هو المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كان دائما يضع رأيه ويدافع عنه
حتى وإن كان رودريغو أقول فينيسيوس غير محق في تصريحاته. وبالتالي فأعتقد أن الانضباط هو المطلوب. في المباريات الأخيرة للموسم رأينا أن فينيسيوس كان مردوده متدنيا بشكل كبير، وبالتالي فأعتقد أيضا هناك إغراءات قادمة من الخارج ربما هو الذي يجعل فينيسيوس يطالب ريال مدريد، ولكن ريال مدريد لا يصنعه لاعب واحد، بل تصنعه الأمجاد، يصنعه التاريخ، ويصنعه من يريد أن يعطي الألقاب للريال مدريد. والمجموعة التي تحدثت عنها كافية العودة بالريال مدريد إلى سكة الاستحقاقات والنتائج الإيجابية والألقاب. أيمن، بعد الخروج من كأس العالم للأندية كان هناك كشف من جانب الصحافة المدريدية القريبة من الريال تقول بأنه ستكون هناك مجالسة أو جلسة بين فلورنتينو بيريز وفينيسيوس جونيور لكي يعرف كيف يتعايش مع وجود كيليان مبابي في فريق ريال مدريد. يبدو أن الجلسة قد حدثت ولا نعلم عنها شيئا، ولكن هناك مؤشرات بما أنه الصحافة الإسبانية ما زالت تتحدث عن صعوبة في الوصول إلى اتفاق بين فينيسيوس وبين إدارة الريال بين فلورنتينو بيريز من أجل تجديد العقد، تمديد العقد، وكذلك يعني تفاصيل مالية تكون أفضل من تلك التي يعيش بها أو التي توجد في عقد فينيسيوس لحد الآن. نعم، هو فعلا من المعضلات، هي تحدي أكبر كمان المدرب جافي ألونسو، إنه حتى الآن مبابي وفيني يعني تحسها لم تعمل مع بعض، لا زالت تفاهم، الخلطة لم تصل إلى مستوى جيد. الموسم الماضي مع أنشيلوتي وهذا الموسم التحدي شاهدنا، حتى المباراة اللي شاركوا فيها أساسيين أمام باريس سان جيرمان كانت هي أسوأ مباراة لريال مدريد. ولكن فينيسيوس حتى في غياب مبابي للإصابة في بداية كأس العالم للأندية توقعنا أنه هو كان اللاعب الأشهر بالنسبة لي في كأس العالم للأندية، هو من سيبهر الجماهير في أمريكا، هو من سيقدم السحر البرازيلي سامبا. لم يقدم أي شيء، ربما مباراة ستراسبورغ فقط سجل وصنع، ولكن كان بعيد عن مستواه. مباراة باريس أخرجوا جافي بعد ساعة، شاهدنا عليه الغضب والنرفزة وهو خارج إلى دكة، هو محتاج إلى مراجعة حساباته. الموسم الماضي كان أقل، هو عندما فقد الكرة الذهبية لصالح رودري تحدث أنه سأجتهد 10 مرات أضاعف مجهودي، ولكن لم نشاهد ذلك العام الماضي. يحتاج عندما تعود إلى مستواك تستطيع أن تطلب أي رقم، أنت عندما تكون النجم الأول هذه هي اللحظة التي تفرض فيها شروطك، كما شاهدنا محمد صلاح، كما يعني دائما النجم أفضل أن يؤدي في الملعب ثم يطالب خارج الملعب. الآن فينيسيوس لا يؤدي في الملعب ويطالب بأرقام كبيرة، فهذه هي المعضلة بالنسبة لهذا اللاعب. طيب، سنطوي الآن ملف ما يخص بفريق ريال مدريد. مشاهدينا ننتقل إلى برشلونة. نحن قلنا بريال مدريد من حيث العدد هو الأنشط نقول في الأندية الكبيرة في الدوري الإسباني. برشلونة كانت الصفقة الأولى والكبيرة اللي نقول هي التعاقد مع جوان غارثيا من فريق إسبانيول حارس المرمى القفاز. إلى الأحسن سالم بخصوص هذا الحارس كان أكثر الحراس المرمى من حيث التصديات في موسم الدوري الإسباني. الأرقام تقول بأنه حقق 146 تصديا في 38 مباراة بمعدل تقريبا 4 تصديات في المباراة واحدة. نحن نقارن لنرى أهمية هذا الرقم، هذا العدد. مثلا تيبو كورتوا حارس ريال مدريد جاء في المركز الرابع عشر ب 77 تصديا في 30 مباراة التي لعبها في كأس مع الفريق. هناك بينيا حارس مرمى برشلونة 36 تصدي في 16 مباراة، والحارس الذي خلفه كأساسي تشيزني 21 تصديا في 15 مباراة. بالنسبة والتناسب يبين بأن الأرقام التي يعني حصل عليها جوان غارثيا هي مميزة جدا مع فريقه إسبانيول، واستحق بالتالي أن ينتقل إلى برشلونة ويكون لنقل الصفقة الكبيرة. حتى هناك من يقول بأنه جوان غارثيا سيكون واحدا من كبار حراس المرمى، يذكر إسبان بكانيزاريس ويذكرهم كذلك بثوبيثاريتا وحراس المرمى الكبار في تاريخ الإسباني. صحيح.